السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ النهارده بقى احنا في فصل الشتاء بقى، والشتاء جت لازما بقى الحمص الشام والبليلة، حاجة كده في منتهى الروعة. هنعمل معاكم بقى البليلة البيتي، احلى حاجة، احلى من بره بكتير. ابص شكلها وقوامها جميل جدا. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا نخش نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ ان شاء الله يكون تمام. عاوزاكم تدعولي كتير لاقوم بالسلامة وكده. الحمد لله، نحمد ربنا على قد كل شيء يجيبه ربنا. هنعمل بقى معاكم البليلة، او اسمها الغلة في اي يعني في كل، يعني مش في كل المناطق، مش في كل البلاد اسمها الغلة. دي اسمها الغلة او البليلة، اللي هي ايه؟ اللي هي البليلة باللبن اهي، زي ما انتوا شايفين اهي قدامكم. نصلي على النبي كتير ونذكر الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هننقيها وهنحطها في الحله واوريكم شكلها عامل ازاي. بصوا بعد ما نقيناها يا جماعه، نقعناها اهي كلها، هنغسلها غسله حلوه ونحطها في ميه. لو عاوزاها تعمل على طول، تنفش معاك على طول، حطيها في ميه سخنه. اه، ميه سخنه عشان تهم معاك على طول. بعد ما حطيناها في ميه سخنه هنسيبها بقى ساعتين. هي هتهم معانا على طول عشان احنا ايه ساعدناها بالميه السخنه. لو انت عاوزاها كده يبقى 3 ساعات، ساعتين هتسيبيها بردك، عشان البقوليات، اي بقوليات لازم تتنقل، ماشي، عشان ما تعملش معانا تقلصات. واوريكم بقى بعد ساعتين هتبقى عامله ازاي. رجعت لكم تاني بعد ما قعدت معانا الساعتين. بصوا نفشت ازاي، ساعتين 3 ساعات. بصوا الميه لسه دافيه كمان. اه، هنغسلها، هنشطفها من الميه الصفرا ديت بتاعه النقع، وهنحطها عشان لو انت عم مستعجل عليها حطي ميه سخنه. الميه السخنه دي هتسرع معاكي على طول، القلبان على طول هتغلي في ثانيه. وهنجيب بقى ايه صوت الرز اللي انا ايه هغسله واحطه لكم قدامكم. شطفتها حلو، وحطيت بقى الميه السخنه او ميه ساقعه عادي على حسب انا عاوزاها تبقى على طول. وجبنا ايه شويه الرز، هننقص منهم شويه، احنا هناخد بس ايه يعني حبه كده حلوين. بصوا بقى يا جماعه، انا ما خدتهمش كلهم، انا نقصت منهم شويه اهو. غسلتهم حلو واحطهم بقى مع البليله وتغلي غلوتين ونقفل عليها. بصوا بقى يا جماعه منظرها بعد ما حطيناها على النار بقى، وامشي واحده واحده معاها. والله بصوا احلى بليله هتعملوها في البيت، احسن من تجيبوها من بره ويبقى مهريه ودي نضيفه. والتقل بتاعها بصوا، التقل بتاعها بصوا تقيله قوي. صوت الرز ده هو اللي بيعمل معانا السمك، اللي هي اللي بتاعت البليله دي اهي. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكوا كل جديد يا احلى حبايب في الدنيا. هنعملها بقى باللبن واوريها لكم شكلها هيبقى عامل ازاي. سهله جدا باللبن. هنسيبها بقى كده شويه عقبال بقى ما نغلي اللبن ونسخن. لكم تاني بعد ما بردت خالص اهي تماما البليله اهي. وغلينا اللبن معاك، وغلينا اللبن اهو، وشلت البليله اللي هنا اهو. فاض معايا كيسين اهو، هنحطهم في الفريزر، ما تخافوش مش هيبوظوا ولا حاجه. لو انت عاوزه تطلعي تجيبي اللبن وتطلعي على طول يبقى سهل على طول معاك. هتحطيهم في الفريزر اللي الكيسين. انا نص كيلو عمل لي بصي الكميه دي حلوه جدا محترم. الكيس ده والكيس التاني اهو، والشويه دول بصي كتار جدا صراحه. انا بسخنها اهي، وهنحط اللبن كله، كيلو لبن عليها، وهنحلي بنفس التحليه. ودلوقتي حطينا كيلو اللبن كله، بصوا شكله محترم جدا وجميل. هنحط بقى السكر بتاعنا على حسب برضك ايه الرغبه بتاعتكم اه. هنفضي السكر ونحليه واوريكم شكله عامل ازاي. بصوا بقى يا جماعه، احلى بليله بلبن هتاكلوها في حياتكم، بيتي كلها بيتي. بصوا شكلها جميل جدا، بصوا حاجه كده في منتهى الروعه، والطعم خرافه، احلى من بره وانضف من بره بكتير. يلا بقى ما تنسوش بقى تشتركوا وتفعلوا لي الجرس. وعاوزه بقى لايكات كتير يا حبايبي. مع السلامه.